بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل النهاردة إن شاء الله العجة المصرية، طريقة حلوة أوي إن شاء الله تعجبكم. عملت فيها إضافة بسيطة عشان الكيكة أو العجة وهي فعلا زي الكيكة. العجة تكون اسفنجية بالظبط زي الكيكة كده، طعمها خفيف وطرية بجد. الطريقة تعجبكم أوي. وهنبدأ بقى كده الخطوات مع بعض. معانا حوالي 3 معالق زيت أو 4 معالق، وبصلاية كده متوسطة بشرناها. ممكن تخرطيها عادي أو في الخلاط، أي حاجة مفيش مشكلة. هنشوح البصل بالشكل ده، عايزينه يدبل من غير ما يحمر. هنضيف حوالي 5 فصوص توم أنا بشراهم، وهنشوحهم كده مع البصل. عايزينهم برضو يدبلوا يعني من غير تحمير. مجرد ما نشم الريحة كده بتاعت البصل والثوم هنبدأ ننزل بطماطمية واحدة مبشورة. بصراحة في ناس كتير بتحبها يعني مقطعة مكعبات، ونكون برضو شايلين منها كل السوائل. براحتكم خالص، عايزين تعملوها مكعبات مفيش مشكلة. معانا هنا بقى كوباية كزبرة على بقدونس على شبت، بنحطهم كده ونطفي بقى النار. يعني احنا حطينا الخضرة بعد ما طفينا النار، ونسيبها كده لحد ما تبرد. معايا 3 بيضات وتلت كوباية دقيق، بما يعادل 3 معالق دقيق. معلقة صغيرة من الفلفل ومعلقة صغيرة من البابريكا، وحوالي برضو معلقة صغيرة من الكمون، ورشة بصل بودر وتوم بودر، ومعلقة صغيرة كده من الملح. والمكون المهم جدا معانا النهاردة معلقة صغيرة من محسن الكيك. بجد ادى نتيجة كويسة جدا لوصفة النهاردة. هنقلب بقى كويس، بس بصراحة انا ضربتهم بالهاند بلندر. ممكن برضو تعملوا الخطوة دي في الخلاط عشان نوصل لقوام انا هوريهولكوا دلوقتي. شوفوا، بالهاند بلندر او الخلاط هنبدأ نضرب المكونات دي مع بعض لحد ما توصل للقوام الكريمي بالشكل ده. الخطوة دي مهمة جدا بصراحة، خلت العجة هشة جدا وطرية. لو عايزين بقى تحطوا فلفل، انا حطيت شطة هنا عملتها شرايح كده. لو عايزين تحطوا اي نوع من الفلفل، يعني ممكن تضيفوا الفلفل الرومي او الفلفل الاحمر، مفيش اي مشكلة. هنخلط بقى المقدارين مع بعض بالشكل ده، نقلبهم كويس. شوفوا القوام كريمي جدا. بجد إضافة المحسن فعلا ادى نتيجة ممتازة. طبعا ممكن تضيفوا البيكنج باودر، برضو هيدي نتيجة مقاربة لكده. معانا بقى يعني احنا جبنا صينية صغيرة، لأن المقدار 3 بيضات مقدار صغير، وحطيت هنا زيت سخن. بس بصراحة انتوا تعاملوا العجة هنا معاملة الكيك، يعني كان الأفضل إن أنا أدهن الصينية بالزبدة لأنها لزقت شوية برضو. هننزل بقى بخليط العجة بالشكل ده. هندخلها بقى فرن على درجة حرارة 180 على الرف الأوسط، ونشغل برضو المروحة أو الشواية. بس أنا عندي الشواية بتدي لون شوية كده من الجنب. بتاخد حوالي تلت ساعة بالظبط بتكون استوت تماما، لأن الكمية برضو مش كبيرة أو مش سميكة.
شوفوا بقى العجة هشة جدا وطرية. بصوا لما بقطعها، وطعمها بصراحة جميل جدا جدا. هي طبعا لسه سخنة، بس بصراحة خفيفة خفيفة جدا. شوفوا كده قطعة تانية. بصراحة تعجبكم أوي إن شاء الله لو نفذتوها. وزي ما قلتلكوا المحسن بيدي نتيجة ممتازة. بس براحتكم، عايزين تحطوا بيكنج باودر برضو مفيش مشكلة، هتطلع كويسة إن شاء الله. سندوتشات بقى وجرجير كده ومخلل، بجد حلو قوي. بتمنى وصفة النهاردة تكون عجبتكم. ما تنسوش بقى الاشتراك في قناتي وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم إن شاء الله مني كل جديد. بشكركم شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.